السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. طبعا على قد ما بقدر معذرة طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. السادة المشاهدين، أصدقائي أحبابي، يعني على قد ما بقدر بجمع ماتشات أو حد بيبعت لي فيديوهات، لأن طبعا الماتشات تكاد تكون كل يوم، وبالتالي أنا ما بقاش عندي الوقت الكافي اللي أنا أتابع كل المباريات، ولكن على قد ما بقدر بتفرج، على قد ما بقدر الناس احبابي في المحافظات التانية بيبعتوا لي فيديوهات بجمعها وبطلع اعمل فيديو. النهارده معانا كل الماتشات معظمها ممتاز به، مفيش غير مباراه بس فاركو وحرس الحدود من الدوري الممتاز، ودي ليها ظروف خاصه. ومعانا برضو في الحلقه ديت احنا جبنا في الحلقه اللي فاتت يعني الحاجات اللي هي بعض الاحداث اللي هي مسيئه للكره المصريه او مسيئه للرياضه المصريه بوجه عام. النهارده جايبين لكم فيديو برضو من قطاعات 2005، وجايبين لكم صوره من احدى مباريات الممتاز به. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني، وهنبدأ حلقة النهاردة بمباراة المنصورة وبايونير اللي أقيمت بالأمس. ديت احنا معانا حالتين، حالة يعتبر سهلة وتميز، ورغم ذلك تميز من مساعد محمد غزال من إسماعيلية. أنا جايب لكم صورة ليها لأن الفيديو سريع، فمعذرة ما حدش هياخد باله، انما انا جايب لكم صوره هدف للمنصوره في الدقيقه 94، شجاعه من المساعد وتالق من المساعد وتميز من المساعد ان هو لغى الهدف بداعي التسلل. الصوره قبل ما نشوفها هنشوف، انا مظبط لكم الصوره على لحظه لعب الكوره من لعيب المنصوره اللي هو لابس اورنج، واللعيب اللي هحط لكم عليه دايره ده اللعيب اللي في موقف تسلل. طبعا هو كان اقرب لاخط مرمى الخصوم من اخر تاني مدافع. طبعا تاني مدافع هنا حارس المرمى، يعني تيجي تبص في الصوره قبل ما تشوفها هتلاقي ان في مدافع واحد وحيد فقط هو على خط المرمى، وتاني مدافع اللي هو حارس المرمى قدام. اللعيب اللي هو في موقف التسلل ده كان بعد حارس المرمى، وبالتالي كان في موقف تسلل وهو اللي احرز الهدف، فيعتبر هدف غير صحيح. معانا الصوره اهي، انا موقفها لكم، دي لحظه لاعب المنصوره بيشوط، وهنا مهاجم المنصوره اللي هو عليه الدايره ده اقرب لخط مرمى الخصوم اخر تاني مدافع، لانه متقدم على حارس المرمى من ناحيه خط المرمى، وبالتالي كان في موقف تسلل واحرز هدف. ف هدف ملغي مظبوط. يعني شابوه للمساعد اللي هو في الدقيقه 94، والماتش كان سخن، نتيجه 0-0، فكون هو يبقى مركز التركيز. طبعا حد يقول لي ده شغل، طبعا شغله، بس برضه في التوقيتات الاخيره ديت في اخر المباراه دي بيبقى محتاج تركيز مضاعف من المساعد والحكام على اساس ان هو يكملوا الماتش على خير. ده على ما اظن المساعد ده اسمه محمد غزالي من منطقه اسماعيليه، فده شابوه المساعد على الغاء هدف بحجه التسلل. اللقطه الثانيه هنجيب لكم الفيديو. انا الناس بتتفرج على الفيديو البطيء برضو بيوضح حاجات يعني صعبه. انا شايف ان معانا صوره يعني ومعانا صوره في نفس الوقت، فهنشوف الفيديو اللي معانا. الفيديو اهو، المدافع ثابت على الارض، وفي الاثنين عندهم فرصه للعب الكوره، يعني في تنافس على الكوره، تمام. لا المهاجم مسيطر على الكوره ولا المدافع مسيطر على الكوره، انما الاثنين عندهم فرصه للعب الكوره، ففي تنافس على لعب الكرة، وبالتالي ده يعتبر احتكاك طبيعي لا ترتقي لان احتساب خطأ، وبالتالي ركلة جزاء كانوا بيطالبوا المنصورة بركلة جزاء. معانا الصورة، هنوقفها الصورة اهي. الصورة معانا اهي، شايفين ادي المدافع واقف ثابت والمهاجم الكورة الاثنين في متناول الاثنين، يعني ده عاوز يلعب وده عاوز يلعب. فالصورة دي يعني ابلغ دليل على ان ده تنافس عادي على الكورة، فبالتالي لا المدافع اخطا ولا المهاجم اخطا، والحكم ادى استمرار اللعب، قرار صحيح، وبصراحه لا وجود لصحه لركله جزاء. وبعدين انا خدت برضو عشان برضو ما بقاش انا، يعني انا خدت اراء برضو بعض الحكام الكبار وتناقشنا في الحاله، وفعلا كانوا متجاوبين معايا وقالوا لي نفس الكلام، ان المدافع بيشبهوا لي بالظبط اكنك انت مثلا سايق عربيه وفي حيطه قدامك،
ده المهاجم لسه العربيه، والحيطه ده المدافع. مهاجم مصمم اللي هو يخش في الحيطه، يعني هو مصمم. طيب هل انت عندك فرصه اللي انت تلعب كوره، او انت عندك مساحه، او انت عديت الكوره قدامك وانت عديت منها وبعد كده عرقلك؟ لا، انما المدافع واقف وقفه سليمه على الارض، والمهاجم بيحاول، والاثنين عندهم فرصه للعب الكوره. بالتالي استمرار اللعب ده كان القرار صحيح من حكم المباراه. هنيجي بعد كده مباراه ديكيرنس والمجد السكندري. وعلى فكره الفيديو دوت كان الهدف الاول لديكيرنس اللي هو من ركله جزاء. معانا الفيديو هنشوفه. رمي التماس اتلعبت، ركزوا لما الكاميرا تقرب من اللاعب الاسمراني الافريقي دوت، هنلاقي ان الكوره هي اللي نزلت على ايديه، وفوجئنا ان الحكم احتسب ركله جزاء، ولكن وضع ايد المهاجم داخل جسمه، والكوره من رمي التماس هي اللي نزلت على ايد المدافع، وبالتالي ركله جزاء غير صحيحه احتسبت ل ديكيرنس، كان احرز منها الهدف الاول. هنيجي بعد كده لمباراه فاركو وحرس الحدود. دي للاسف مباريات عربيه سيارات البث التلفزيوني لم تذهب من المباراه، وبالتالي تقنيه الفار ما تنفعش تشتغل، وكانت المباراه غير مذاعه. ولكن معنا صوره الغي هدف صحيح لفاركو، النتيجه انتهت بالتعادل 0-0. يعني كده الهدف ده لو احتسب كان هيمنح فاركو 3 نقاط غاليين كده، كانت يعني زي ما بتقولوا كانت هتعدل من مكانه في الجدول. معانا الصوره اهو، انا عامل لكم علامه على الكوره لحظه خروجها، وادي المهاجم كده بالصوره اللي قدامنا دي مفيش ولا واحد من بتاع فاركو تسلل، يعني سواء اللي احرز هدف او اللي ما احرزش هدف. هنا الصوره ابلغ دليل، هنا الكره طلعت، وادي الاثنين لعيبه فاركو متغطيين تماما، وبالتالي طبعا المساعد رفع رايته بعد احراز هدف ان هو بدايه تسلل، ولكن طبقا للصوره اللي قدامنا ديت ان الكوره هي اللي عليها علامه طلعت من رجل المهاجم، ومفيش ولا مهاجم من بتوع فاركو، مش المهاجم اللي احرز هدف بس، لا ولا مهاجم بتاع فاركو في موقف تسلل. بالتالي هدف صحيح الغي لفاركو في مباراه فاركو وحرس الحدود. معانا فيديو هسيبكم تتفرجوا عليه، يعني الفيديو معانا اهوت، ده من احدى مباريات 2005 قطاعات جمهوريه، والفرقتين دول بيلعبوا في الدوري الممتاز. طبعا منظر مسيء للكره المصريه لما تصرف غير مسؤول من المدير الفني، او الله اعلم مدرب مين، يعني انت مالك ومال اللعيب وراح تزق اللعيب. طبعا هرج ومرج زي ما انتم شايفين كده، وده طبعا بيسيء لسمعه الكره المصريه. وعايز اقول لما دول ناشئين وقطاعات جمهوريه، المفترض ان القطاعات الجمهوريه دول يعني فيها رقي، لان نسخه من الممتاز، فبالتالي لما يحصل حاجه زي كده، امال بقى هنعمل ايه في القسم الرابع والقسم الثالث؟ امال الكره المصريه هتتقدم ازاي؟ بالطريقه ديت، طالما ما فيش عقاب، وطالما ما فيش لوائح بتطبق، وطالما ما فيش المناظر ديت او الاشكال دي للاسف بتزيد، يبقى احنا مش يعني بصراحه مش هنكمل في اي حاجه. وادي هو منتخب الناشئين، احنا طبعا بنتمنى له التوفيق في المباراه الاخيره مع السنغال، ولكن تعادل مع موزمبيق، وبرضه هزم بالامس من نيجيريا، وبالتالي يعني بنسبه كبيره قوي هيبقى خارج بطوله افريقيا، وبالتالي خارج كاس العالم. ادي اللي احنا بنقوله، لا عندنا منتخب اول ولا منتخب ناشئين ولا عندنا اي حاجه. ليه؟ لان احنا سايبين الدنيا كده ماشيه بالمجاملات، وماشيه بال يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بعشوائيه مفرطه. الصوره الثانيه برضو دخول احد المسؤولين الاعتراض على الحكم في احدى مباريات ممتاز به، واعتراض على الحكم. عايز اقول لكم دي مسؤولين كبار، يكاد يكون رئيس مجلس اداره النادي نزل الاعتراض على الحكم لعدم احتسابه قرار ما، مع ان الحكم كان قراره صائب. ولكن هنقول ايه، ادي شايفين المنظر اهو، ده في معظم المباريات بيبقى الحاجات اللي زي كده. عايزين الاشكال ديت او المناظر دي او الاحداث دي تنتهي من ملاعبنا بقى، ونبدا بقى نفكر يا جماعه في سمعتنا وسمعه مصر، ونبدا نخطط صح. لان يعني نفسي ناس نسيبنا بقى من 30 40 وش اللي هم 30 40 شخصيه دول اللي هم بقى لهم 30 سنه، ده يا احمد يروح، الحاج احمد يجي، مش عارف يشيلوا مين يجيبوا هم. احنا عاوزين ناس تيجي تعمل لصالح الكره المصريه، وليس يعني مش عايزين نكتر في الكلام. دي كانت حلقه النهارده من صفاره العميد، فضلا منكم وليس امرا مني الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من صفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.